بيان رسمي صادر من مكتب الطاقة: منذ 3 سنوات متتالية المنظومة الكهربائية في إقليم الجزيرة تتعرض لحملة تخريب ممنهجة من قبل بعض ضعاف النفوس من السرقة والتخريب المتعمد. وقد طالت أيادي التخريب إلى سرقة المحولات الكهربائية للقرى وللأرياف، مما شكل عبئا على الأهالي كون القيمة المالية لهذه التجهيزات عالية جدا، وتفاقم حجم الأزمات والمعاناة المواطنين. وعليه قررت الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة وعبر مكتب الطاقة بتعويض هذه القرى بمحولات كهربائية جديدة وباستطاعات مختلفة من 25 كVA وحتى 630 كVA وعلى نفقتها، وبذلك سوف يتم توزيع 51 محولة للقرى التي تعرضت محولاتها للتخريب، وبقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 250 ألف دولار أمريكي. والتوزيع على النحو التالي: ناحية الحسكة 19 محولة، ناحية الشدادة 6 محولات، ناحية الهول 9 محولات، ناحية عمودة 4 محولات، ناحية الدرباسية 3 محولات، ناحية قامشلو 1 محولة، ناحية تربسكية 1 محولة، ناحية البراك 5 محولات، ناحية الحميس 3 محولات. كما يتوجه مكتب الطاقة لكافة المشتركين والأهالي بالمحافظة على هذه المحولات كونها ملك للشعب ولخدمته.